يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى شوفوا هنتغدى ايه النهارده كده. عندي اللهم صل على النبي شاورما، دي فراخ، شاورما فراخ، صدور فراخ مقطعاه كده زي ما انتم شايفينها كده اهي، مكعبات، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي كده اهي، مقطعاه كده. وعندي اللهم صل على النبي قرن واحد فلفل رومي، وقرن فلفل احمر، وقرن فلفل اصفر، وقطيه واحده مقطعاها ترنشات كده. وعندي بصلايه كبيره، بصلايه كبيره قوي، اكبر بصلايه مقطعاها شرايح جوليان كده، من كل حاجه واحد. تعالوا بقى نتبله تتبيله حلوه بالتتبيله الموجوده الحلوه دي، هنتبل بها تتبيله الشاورما النهارده. اللهم صل على النبي. هجيب اول حاجه كده، هجيب علبه الزبادي افضيها كده في قلب الطبق. اللهم صل على النبي. وهحط عليها معلقتين 2 دبس الرمان، ولو في صويا صوص حطه، بس انا ما عنديش صويا صوص مش هحط دبس، هستكفى بس بدبس الرمان. ولو اي حد ما عندوش التوابل دي ممكن يستغنى عنها، ما فيش يعني منها يعني ايه اكيد ولا حاجه. عندي اللهم صل على النبي كركم، هحط حبه كده، نص معلقه صغيره من كل حاجه عشان التوابل كتير يبقى ايه، تبقى توابل ايه مشكله كده على بعضها. وعندي كده توابل مشكله، احط كده نص معلقه. وعندي اللهم صل على النبي شطه، احط منها كده برضو نص معلقه صغيره. وعندي قرفه، احط منها برضو نص معلقه، من كل حاجه نص معلقه صغيره. على النبي زعتر، احط منه برضو نص معلقه زعتر. واحط فلفل اسمر، واحط بهارات نص معلقه. وهم دول اللي عندي على فكره توابل فراخ هحطهم، هم الحبه الصغيرين دول. واللهم صل على النبي. هحط بقى بصل بودر وثوم بودر، بس زي ما قلت لكم قبل كده هم ماسكين، وبعتوا لي في الكومنتات، واحده بعتت لي ما بخرجهمش من كيسهم. بعد كده هحطهم، هسيبهم في الكيس، مش هحطهم في برطمانات. دي معلقه من النوعين كده، معلقه من النوعين الاثنين. واحط اللهم صل على النبي نص معلقه كمون صغيره. واحط الملح بقى حسب الرغبه وحسب الكميه. هحط الملح بقى ده كله لكله، مش هحط ملح تاني. واحط اللهم صل على النبي 3 أو 4 معالق خل كده. وهحط 3 أو 4 معالق زيت كده. مش هحط اي حاجه تاني، هي التتبيله الحلوه دي بقى. ولو في بابريكا حطوا بابريكا، بس انا ما عنديش. ولو في جنزبيل حطوا جنزبيل. انا قلت لكم اللي عندكم حطوه، واللي مش عندكم مش شرط يعني انزل واطلع وكده، يعني ايه اما انزل مره ثانيه ابقى اجيبه. اقلبه تقليبه حلوه كده، الخلطه الحلوه دي كلها مزكتها كده مع بعضيها اهي، علشان الثوم والبصل البودر كانوا مكتلين مع بعض، عملتهم كلهم كده. انزل اللهم صل على النبي بقى بقطع الشاورما دي كده، وقلبهم فيها تقليبه حلوه، تقليبه حلوه قوي كده. عايزه تعمليها من بالليل وتسيبيها على رف الثلاجه اعمليها، عايزه تعمليها قبلها بساعتين اعمليها، قبلها بساعه اعمليها، عايزه تنزليها على طول في قلب الطاسه نزليها، اللي يريحك كل واحد. اهو اللي وصل معايا لغايه هنا، اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر والامه العربيه كلها، وندنينا مكملين كده مع بعض يا رب العمر كله. احطها كده، انا لسه معايا وقت، احطها كده مع في الثلاجه ساعتين. جبت كده الجريل على النار وحطيته من غير ايدام، من غير اي حاجه، من غير سمنه، من غير زيت، عشان انا حاطه كله. وحطيته كده يسخن، هنزل عليه كده. اللهم صل على النبي. وافردها كده بقى في الجريل علشان ايه، تاخد الصدمه كده، ما تنزلش ميه الفراخ، ما تنزلش ميه، عشان لو نزلت ميه وترجع تشربها مش هتبقى حلوه كده.
فرشتها كده، وهننزل بقى الصوص اللي في الطبق ده كله كده، ما قلبتوش خالص، وعلى نار عاليه زي ما هو كده زي ما انتم شايفين كده. تقليب بقى كده على نار عاليه زي ما تطفشوا النار علشان ما تبقش ميتها. بصوا ما شاء الله الحتت بتاعتها كبرت لما اتحطت ازاي، عشان النار عاليه وخدت الصدمه ونزل منها الصوص الحلو اللي انتم شايفينه ده. ما شاء الله عليها عامله ازاي اهي كده التقليبه الحلوه كده. انزل كده اللهم صل على النبي كده دخلت في السوا، علشان ايه ما داميش اضمر فيها جامد يعني، وهي داخله في السوا كده هروح نازله بقى بالبصل الاول قبل الفلفل وقبل القوطه وقبل اي حاجه. اهم حاجه الاول البصل. حطيت البصل هقلبه كده، انا مش عايزه الخضار يستوي، انا عايزاه يبقى في القرشه كده تشويحه بس كده، بس عشان البصل الاول غير الفلفل وغير اللهم صل على النبي القوطه اهي ده كده تشويحه كده بقى بالفلفل والقطايه اخر حاجه، علشان انتوا عارفين ان هم بيصروا ميه عشان ياخدهم تشويح كده على عالي، ما يهدش النار عشان ما ينزلوش ميه. انا هشوحهم كده. لا انا نزلت الشاورما بصوا ما شاء الله الواناتها حلوه زي ما هي ازاي، ولا الواناتها دبلت ولا حاجه. حمرت بطاطس بقى وكابوتش وجبنه وهنقمر عيش، وده كان غدانا النهارده. واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك كومنت حلو كده. اتفضلوا اتغدوا معانا واشوفوا وشكم على خير ومع